بص انا في وكيل كان عايز نمضي معاه، قالها لي نصا كده والله وانا قاعد معاه، قال لي لو انت بنص رجل انا هلاعبك في اي فرقه تشاور عليها اصلا وهديك الفلوس اللي انت تطلبها. بيبقى مسنود بايه يا كابتن؟ يعني هو بيبقى مسنود بايه علشان خاطر يبقى عنده الثقه ان هو ممكن يخليك موجود في نادي وكمان يحطك جوه سكواد؟ يعني الوكيل بقى صوته اعلى من المدير الفني مثلا؟ طب هقول لك حاجه بسيطه، ماشي. في وكلاء هو الوكيل بتاع المدرب. تمام. بص على مثلا 7 8 فرق في الدوري الممتاز، الوكيل هو الوكيل بتاع المدير الفني، شوف بيدخل كام لعيب في الفرقه، حصل. اقل حاجه 12 لعيب، وبيروح يلاقي الفرقه فيها لعيبه كويسه، بس لازم يمشوا عشان اللعيبه اللي انا عايزها هي اللي هتيجي، فاللعيبه اللي انا عايزها مع الوكيل مثلا سين، خلاص هيخش. بتشوف ده حصل في تجربه جون ادوارد مع الزمالك؟ انا بس ده موضوع سابق لاوانه يعني، بس بص انا ما على نفس دخلتش السياق. جوه الناس دي، اه، بس بصراحه انا من بعيد يعني، من من رؤيتك. بعيد انا شايف ان وجود الراجل ده في نادي الزمالك يعني، اصل مش نادي الزمالك يعني اللي محتاج لحد يسوق للدنيا يعني، مم. كل اللعيبه اللي في نادي الزمالك وكباتن النادي والناس المحبين لنادي الزمالك يعني مش هيقدروا يعملوا الدور ده. لا ما اظنش، يعني في ناس كتير تقدر تعمل الدور ده واحسن بكتير. مم. انت ما شاء الله لحد دلوقتي في حوالي 8 قضايا وانت لسه ما عملتش اي حاجه. 8 قضايا وجات على انديه تانية. طيب انت اذيت ناس تانية. مم. دي حقيقه. فتحت نظرك على حاجات تانية كتير يعني. اه طبعا انت مم. انت معلش يعني هقول لك حاجه بسيطه، انا مسؤول في نادي وما نجحتش في النادي اللي انا فيه،